الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا على عباده أن العباد لا يخرجون من موسم من مواسم الطاعات إلا أدخلهم الله جل وعلا في موسم طاعات آخر، حتى يبقى العبد مرتبطا بربه جل وعلا، حتى يبقى العبد شديد الصلة بربه سبحانه.
فما أن يخرج العباد من رمضان فيدخلوا في شوال وصيام شوال، وما أن يخرجوا من صيام شوال حتى تأتيهم العشر الأوائل من ذي الحجة، وكذلك ما أن يخرجوا من العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يأتيهم شهر الله المحرم الذي يستحب فيه الصيام. وهكذا العبد من طاعة إلى طاعة حتى يلقى ربه جل وعلا. ولكن ينبغي للعبد أن ينتبه بين هذه المواسم، ألا يشرد عن ربه سبحانه وتعالى شرود البعير، وألا ينسى الطاعة التي عملها في المواسم، بل عليه أن يثبت عليها وأن يتمسك بها إلى أن يأتي موسم آخر، ثم بعد أن ينتهي الموسم يتمسك بالطاعة ويتشبث بها إلى أن يأتي موسم آخر، لا أن يكون يعامل ربه جل وعلا معاملة المواسم، معاملة التاجر غير الحاذق الذي يغتنم المواسم ثم يضيع السنة كلها. أما التاجر الحاذق فإنه يغتنم المواسم لكن يحافظ على ربح ثابت بين المواسم. فلا بد للعبد أن يحافظ على ثباته على طاعة ربه وعلى ثباته على العمل الصالح، وتتبع أهمية حفاظه على ثباته على طاعة ربه وعلى العمل الصالح من أن قلبه يتقلب وأن قلبه يتفلت، بل هو سريع وشديد التفلت والتقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. إنما يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل القلب كمثل، انظر إلى أمثلته عليه الصلاة والسلام، إنما مثل القلب كريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، يقلبها الريح كيف يشاء. تأمل ريشة خفيفة معلقة في شجرة وهبت عليها الريح، كم تتقلب. كذلك قلبك حقا، أنت تشعر من نفسك ساعة فرح، ثم بعد دقائق فإذا أنت في حزن، سرور، ثم بعد ثوان فإذا أنت في ألم. سرعة تقلب القلب، حتى قال المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال: لا أقول في أحد خيرا ولا شرا، لعلمه بتقلب القلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول في أحد، لا أشهد لأحد بخير ولا بشر. قيل: لما؟ قال: لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تفلتا من القدر إذا اجتمعت غليانا. هل رأيت قدرا يغلي فيه الماء والمرق كيف تقلب الماء وكيف سرعة انقلاب الماء؟ قلب ابن آدم أشد تقلبا من ذلك. انظر إلى مثاله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن القلوب قد تنقلب من عشية لضحاها، من كفر إلى إيمان ومن إيمان إلى كفر عياذا بالله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا واجهوا جاهدوا بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عياذا بالله. وبين صلى الله عليه وسلم لمعرفته بسرعة تقلب القلوب خصوصا في أزمان الفتن والأزمان التي تنتشر فيها الشبهات والشهوات، عافاني الله وإياكم، قائلا عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي زمان القابض على دينه كالقابض على جمر.
لكثرة تفلت قلبه منه وكثرة الفتن التي تعرض على هذا القلب، ومع ذلك يثبت، يتمسك تمسكه هذا وثباته هذا على الطاعة كقبضه على الجمر. وهذا الثبات على الطاعات والخيرات والأعمال الصالحات له وسائل وله طرق تعينك أن تثبت على الطاعة والخير والعمل الصالح. من وسائل الثبات، وسنقضي خطبتنا في الكلام عن تلك الوسائل وتلك الأسباب، من أهم وسائل الثبات على دين الله وعلى طاعته وعلى العمل الصالح أن تحمل في قلبك عقيدة صحيحة، توحيدا صحيحا، إيمانا صحيحا، فتعتقد في ربك جل وعلا وفي نبيك صلى الله عليه وسلم وفي دين ربك جل وعلا ما يرضي الله وما تستقيه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا من عقلك وآرائك واجتهاداتك وعقل فلان وآراء فلان وأقوال فلان، بل احمل في قلبك عن الله ما يرضي الله وما أخذته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اعتقادك في قلبك عن الله صحيحا ثبتك الله على الحق وثبتك الله على الخير وثبتك الله على الطاعة. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ في قلبك دين الله ومعتقدا عن الله جل وعلا سليما، احفظ الله يحفظك. قال بعض الشراح: يحفظك إن حفظت الله في قلبك بأن تحمل عنه معتقدا صحيحا، حفظك الله في بدنك وأهلك ومالك ودينك. قال: وهذا أهم الأشياء، أن يحفظك الله في دينك من الزيغ والضلال. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول المولى جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن علم الله في قلبك عنه شيئا سليما، شيئا صحيحا، آتاك خيرا وثبتك. قال الله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أما لو كان العكس فالعكس. قال سبحانه: فلما زاغوا هم فيما يعتقدون، زاغوا فيما يحملون، زاغوا فيما يفعلون، زاغوا فيما يريدون، فزاغ الله قلوبهم. قال الله جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، معتقدكم الذي اعتقدتم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قل لي بربك كيف سيثبت على دين الله وعلى الطاعات والخيرات من لا يعلم معنى لا إله إلا الله، من لا يعرف ربه، من لا يمدح ربه بالمدائح التي سبحانه وتعالى يرضاها لنفسه، بل يقول عن الله جل وعلا ما لا يرضيه. كيف سيثبت على أقرب مفرق وأقرب مهب ريح؟ سينتكس وسينقلب عما هو عليه من الخيرات والطاعات، أعاذني الله وإياكم. ومن التوحيد ومن الإيمان ومن المعتقد الصحيح أن يكون عملك خالصا لله وحده، لا تريد بالطاعات ولا الخيرات ولا أي شيء صالح تعمله إلا وجه الله، فإن كنت كذلك ثبتك الله. انظر ليوسف عليه الصلاة والسلام لما هبت به ريح الشهوة وقاه الله جل وعلا: إنه من عبادنا المخلصين. في رواية أو في قراءة: إنه من عبادنا قراءتنا المخلصين، في قراءة المخلصين. كان هو مخلص في طاعته لربه، في إيمانه بربه، فوقاه الله الفتنة ووقاه الله الشهوة. كذلك من وسائل الثبات على الطاعات أن تصاحب
وتأمل كلمة تصاحب كتاب ربك جل وعلا حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا ورقية. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت، القرآن يثبت. قال الله جل وعلا وذكر أن من مقاصد إنزال القرآن تثبيت المسلمين وتثبيت المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بل في ذكر الله جل وعلا لقصص الأنبياء وما أصابهم من أقوامهم وما أصابهم في دعوتهم فيه تثبيت للمؤمن. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. انظر لما تهب بجذور ثباتك ريح الشهوة وتقرأ قول الله جل وعلا: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. في كلمة فاستعصم فيها كل أنواع ومعاني التمنع. ألا يثبتك هذا على أن تستعصم عن الشهوات؟ تأمل نفسك وأنت تعصب بك الشبهات. فإذا قرأت قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كم تثبتك هذه الآيات، وكم تمكن قلبك على الطاعة وعلى الخير وأن تثبت على الحق وعلى الصراط المستقيم. كذلك من أعظم وسائل الثبات أن تكثر من الصالحات وطاعات الخلوات. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا جاءك الشيطان فقال: في كل يوم تصلي في المسجد، في كل يوم ترعى حق الله بالصيام والصلاة والزكاة، اترك يوما، اترك ساعة وساعة، يأتيك ويلبس عليك ببعض هذه الكلمات: قل اذهب، أعوذ بالله منك ومن تسويلك، أنا في أشد الحاجة الآن إلى الطاعة لكي أثبت على الخير، لكي أثبت حتى ألقى الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بل في قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يثبتهم بالعمل الصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ليلة فزعا قال: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتن ستنزل وتعصف بالأمة. ماذا نفعل يا رسول الله لنتقيها؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات، يريد لكي يصلين، لكي يقومن الليل، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن مما يعينك على الثبات في زمن الفتن أن تكون على طاعة، أن تكون على خير، أن تفعل من الصالحات ما تستطيع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج في زمن الفتن كهجرة إليه، كأنك هاجرت من مكة إلى المدينة كما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى المدينة، إن كنت ملازما للطاعات والخيرات في زمن الفتن. كذلك من أعظم وسائل الثبات الإعراض عن الذنوب والمعاصي. إن منك ومن قلبك ونفسك تطوعها في كل شيء، ولا تتمنع من شيء تطلبه نفسك. ويحك، استقم كما أمرت. ويحك،
لا تراوغ مراوغة الثعلب. ويحك، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، تعود مرة بعد مرة على القلب، وتعرض على القلب واحدة واحدة. فتن شهوات وفتن شبهات تريد أن تقلعك عن دينك، تريد أن تقارعك بالتزامك وتمسكك بطاعتك لربك. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير. اسمع، قال: فأيما قلب أشربها رضي بالذنب، متى عرضت عليه معصية يفعل، متى عرض على قلبه ذنب يفعل، متى عرض على ذنبه ما لا يرضي الله جل وعلا وما يغضب الله عليه يفعل ويقارع. أشربها، نكتت فيه نكتة سوداء، توضع على القلب نقطة سوداء. وأيما قلب ردها تعرض عليه فتنة، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، يمتنع، يصرف نفسه، يجاهد نفسه، يجابه نفسه أن يبتعد عن الفتنة وعن المعصية. نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلب أسود مرباد، أسود قد غطاه السواد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. أسود مرباد كالكوز مجخية، كالإبريق المقلوب، هل يبقى فيه قطرة من الماء؟ كذلك هذا القلب لا يبقى فيه قطرة من الحق الذي يدفع بنفسه وقلبه إلى الفتن والذنوب والمعاصي. قال: وقلب أبيض مثل الصفا، مثل الصخرة الملساء البيضاء لا تضر. القلب الثاني الذي امتنع عن المعاصي وامتنع عن الفتن، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب الأول يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعروف عنده الهوى، والمنكر هو المعروف والحق والخير والطاعة. يرى أهل الطاعات يستهزئ بهم، يرى أهل الصلاة يستهزئ بهم، يرى أهل الصلاح يستهزئ بهم كأنهم على منكر، وهو الذي على منكر، وهو المخطئ وهو المنتكس. لكن قلب منكوس، قلب مقلوب لكثرة ما قارف من الذنوب. وأختم بقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ذنوبك في الخلوة هي أصل وأساس انتكاسك عن دين الله جل وعلا، وبعدك عن طاعة الله ووقوعك في المعصية. قال: وأن طاعات الخلوات أصل الثبات. أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وأن طاعات الخلوات أصل الثبات. كل ما يصيبك من خير وسعادة وهناء فهو أثر من آثار التوحيد والسنة والطاعة والعلم، وكل ما يصيبك من شقاء وبلاء فهو أثر من آثار الجهل والشرك والبدعة والمعصية. أسأل الله لي ولكم السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى من بأثره وأثر أصحابه اقتفى، وبعد. عباد الله،
ليعلم كل واحد منا أنك لن تثبت إلا إذا ثبتك الله. وهذا من وسائل الثبات، أن تعلم أن الثبات ليس بيديك ولا بجهدك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بشطارتك، إنما هو بفضل الله جل وعلا عليك. ولكن ينبغي أن تأخذ بالأسباب. إذا كان الله جل وعلا قد قال لسيد ولد آدم لخير من وطئت قدمه الأرض عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك. من الذي ثبتك يا محمد؟ نحن. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاعلم أن الثبات بيد الله، وما دام الثبات بيد الله فينبغي أن تداوم على سؤال الله أن يثبتك على الطاعات والخيرات والصالحات والحق. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو ثبت قلبي في رواية على دينك. حتى قال له أنس رضي الله تعالى عنه، ويروى الحديث من رواية أم سلمة أيضا، قال: يا رسول الله أتخاف؟ أنت يا رسول الله أنت، وأنت من أنت، وتدعو دوما ثبت قلبي على دينك، تخاف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في رواية قال: نعم. قال لأم سلمة: نعم أخاف، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن شاء، في رواية فإن شاء أقام القلب على الطاعة، وإن شاء أزاغه. نسأل الله الثبات. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو فيقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك، مسكني بالإسلام حتى ألقاك. لذلك الله جل وعلا بعد ذكر أهل الزيغ وأهل الرسوخ في العلم أرشد إلى أمر، فقال سبحانه وأرشد إلى دعاء: ربنا هب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قد تعجب إن علمت أن أبا بكر ثاني اثنين في الإسلام، ثاني اثنين في الغار، الصاحب في الغار المبشر بالجنة، ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتلو هذه الآية كل يوم في خاتمة نهاره في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، في الركعة السرية، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده الله جل وعلا في حديث اختصام الملأ الأعلى الطويل، فقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أثبت حتى أموت قبل أن أفتن، فاقبضني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين وثبتنا على طاعتك. وسائل الثبات كثيرة جدا، لكن هذا من أهمها. وأضف إليها مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم واستماع مجالس العلم وتعلم دين الله جل وعلا لله وحده. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. الله